بكري. استاذ مصطفى صباح الخير. صباح الخير دكتور، وتحياتي للاخ العزيز الاستاذ فرج ابو العز. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في صباح العاصمه. سؤال لحضرتك يتعلق بشكل مباشر، اخيرا مستشار الزند يحمل حقيبه وزاره العدل، اعتقد تغيير في محله يا فندم. يعني اعتقد ان هناك سعاده غامره تسود بكافه الاوساط الجماهيريه والقضائيه بعد هذا القرار. لماذا؟ لان احمد الزند نجح في مواجهه الاخوان في حشد الراي العام تجاه حكم الاخوان وتجاه مقاومه اخوانه الدوله. كان له مواقفه المدافع عن القضاء وعن استقلاليته منذ البدايه، منذ ان اعتدى محمد مرسي على سلطات القضاء المصري عبر الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012. وكان المستشار احمد الزند جنبا الى جنب مع المستشار عبد المجيد محمود. كان هو الذي تحدث مع المستشار عبد المجيد محمود حتى يحضر اجتماع الجمعيه العموميه التي تلت عقده مباشره. عزل يوم الخميس، والجمعيه العموميه للقضاه والنيابه انعقدت يوم السبت. ولذلك انا اقول ان مواقف المستشار احمد الزند طيله الفتره الماضيه تميزت بجرأه شديده، بموقف واضح لا يقبل القسمه ولا يقبل الجدل او النقاش، بدفاع اكيد عن العداله ومواجهه لكل من يتطاول على العداله او يمس امن البلاد، رفض لكل محاولات التدخل الخارجي على القضاه ومحاوله الاساءه الى القضاه. ولذلك بالفعل لانه احد رموز ثوره 30 من يونيو ومقاتل شجاع في مواجهه النظام الذي كان يحكم البلاد في هذا الوقت، اعتقد ان كثير